وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للفقيد الراحل وأن يجعله بجوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لسائر أموات المسلمين أجمعين لهم منا على ثواب قبول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. من غيره من علم العصفور يبني عشه ويغيب عنه بروحه وجناحه. من يبعث الأنوار من قلب الدجى ويجيب مضطرا إليه دعاه. سألت قلبي فأجابني بالصمت لا إله سواه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هيا بنا ليطيب اللقاء ويسعد المساء بقرآن الملك الغفار. من بين طيئات كتاب ربنا جل وعلا نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة، نتلوها على مسامع حضراتكم فخر قراء محافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد الدمرداش، يتفضل فضيلته مشكورا للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق
نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه عم شطرة عم وعي بتاع قراءات الله يعوضك الصورة معايا ادي يا ابن السيد سعيد تعالي السيد سعيد بحاله تعالي عندك علم على علم صلي عليه ان شاء الله صوت من الجنة لا تضحك محمد سلام قاعد بيتكلم جد والله لا بلف هبان لا شد انت عليه وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو
نتخذه ولدا. صدق الله العظيم. وأشاروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عليك ما شاء الله يا عم. كان يا اخي والله يا اخي في العاده فيها افاده. ربنا يفتح عليك. الله وسلام النبي. الله اكبر. خلاص النبي جد علامه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصا من دبر وألف يا سيدها لدى الباب ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. صدق الله العظيم. إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه
ادي يا ست سعيد، ست سعيد بحاله وقت عليه. الله اكبر. أخذ نصف جمال العالم ورسول الله أخذ الجمال كله، ونبي رقى للعلا فارتقى، وجبريل بشره باللقى، وناداه ربه إنني أنا الله تملى بنوري يا مصطفى. ثاني السنة عليك. الله أكبر. وكل حاشا لله وكل حاشا لله ماذا بشر إن هذا إلا ملك كريم وكل حاشا صدق الله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عزف على أوتار القلوب بقرآن الملك المعبود، والتلاوة كانت من سورة يوسف. تلاها علينا العلم الإذاعي القرآني الكبير فخر قراء محافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد الدمرداش القارئ والمقيم بأبو قرانيط بمركز ومدينة السنبلاوين. نقلت هذه التلاوة القرآنية عبر أسير مولاي الإذاعة الصوتية لصاحبها الحج محمد سلام قارئ المهندس حمادة محمد سلام الشهير والمقيم بمرهمتوش مركز ومدينة السنبلاوين. المؤسسة العالمية لأعمال الفراشة المدينة المنورة بإدارة الأستاذ إسلام سلو الأستاذ عماد سلو الشهير والمقيم في مدينة السنبلاوين. المؤسسة العالمية لأعمال الإنارة الدولي هاني حلمي وإدارة المهندس كريم هاني حلمي.
الشهير والمقيم بكفر الشرفاء مركز ومدينة السنبلاوية. واجب الضيافة القائد عصام صلاح الشهير والمقيم بمدينة السنبلاوية. داخل وتشريفات مهندس السيد الشويل الشهير والمقيم بالبلامون. هندسة التصوير عبقري مصر المهندس عبد القادر البنا الشهير والمقيم بكفر قنصور بمركز ومدينة السنبلاوية. ونحن في ليلة تكريم الأستاذ الدكتور محمود أحمد مدبور الذي الله أسأل أن يجعله بجوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له يا مولانا لو عاد إلينا لأكرمناه، فأكرم يا رب نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مستقره ومأواه. مشاركين عموم السادة الأكرمين الدكتور أحمد محمود مدكور والأستاذ مصطفى أحمد مدكور والمهندس محمد أحمد مدكور والأستاذ مدكور أحمد مدكور والأستاذ محسن أحمد مدكور والدكتور محمد السعيد عبد المجيد يتقدمون إلى حضراتكم بخالص الشكر والتقدير في كل من جاء وقدم لهم واجب العزاء، سائلين الله تبارك وتعالى أن لا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم.